في آخر كم يوم شاهدنا أكثر من كلاسيكو، واليوم كلاسيكو آخر. اليوم كلاسيكو من النوع الثقيل. أنا بالنسبة لي ما أشوفها أقوى من مباراة الهلال والاتحاد، بس قريبة منها من ناحية القوة، من ناحية اللعيبة، من ناحية الأجواء. اليوم الاتحاد والنصر، مثل ما كانت مباراة الهلال والاتحاد مباراة مدربين، اليوم كمان برضو مباراة مدربين بين خيسوس وبين كونسيساو. طبعا هذه أرقام خيسوس وكونسيساو ضد بعض: 19 مباراة، خيسوس انتصر فيها بسبعة، كونسيساو انتصر فيها بستة، وحضر بينهم تعادل 6 مرات. معلومة بسيطة للي ما يعرف: آخر 3 مباريات كؤوس بين خيسوس وكونسيساو كانت 3 مباريات فاز فيها كونسيساو بنتائج جدا ثقيلة. نتكلم عن 5-0، نتكلم عن 4-1، نتكلم عن 4-2. يعني كونسيساو جالد خيسوس قبل. هذه أقرب تشكيلة ممكن يلعب فيها نادي الاتحاد أمام النصر. نتكلم عن رايكوفيتش، الجليدان، الموسى، بيريرا، ماريو ميتاي، فابينيو، نغولو، حسام، روجر، موسى ديابي، وكريم بنزيما. أشوف إنها تشكيلة جدا مناسبة للعب أمام نادي النصر. تم استبعاد بيرجون مرة أخرى. تم شنقيطي يقولوا كان جاهز بس ما راح يلعب، مدري ليش، يمكن احتياط، يمكن ينزل كبديل. يعني تشكيلة جدا جميلة. كنت أتمنى تواجد دومبيا، لكن كونسيساو أبخص. بالله شوفوا معي يا جماعة الخير، مين حكم الفار اليوم في مباراة النصر والاتحاد؟ مباراة كلاسيكو، مباراة كبيرة، كلاسيكو. نتكلم عن كلاسيكو، تحط لي سلطان الحربي كحكم فار؟ يا أخي أقسم بالله أنا ما أدري ذولا فين وصلوا. يمين بالله كمية قرف. الله يقوم فهد المولد بالسلامة، بس تحس قاعد يستشهد في ذي اللقطة.